اسبوع بعنوان عودة المنافسة. كل الدوريات اللي كنا فاكرينها اتحسمت رجعت تاني. الدوري الاسباني بقى واقف على نقطة. الدوري الانجليزي بعد ما قلنا ان ارسنال لمت ورقها خلاص وهتقفل الدوري، رجع الفرق ما بين المركز الاول والتاني والتالت 4 نقط بس. كل ده عادي وما يشغلنيش في حاجة. المهم ان كل التوقعات اللي قلتها من 4 ايام، من حلقتين فاتوا كده، طلعت كلها صح. مش كلها. نبدأ مما انتهينا به، قمة الجولة ما بين أرسنال واليونايتد. احنا الماتش ده عايزين نبتديه من بره الملعب شوية. وين روني طلع في الإعلام قال إن الجيل ده بتاع الأرسنال أحلى جيل عدى على الأرسنال، بس جيل اليونايتد 2008 يغلبه عادي. قام كاريك قال له ليه 2008 عنك يا عم الناس، هما العيال دول هيخلصوا. وفعلا عرفوا يخلصوا. أحلى حاجة في كاريك إن هو ما بيفتيش، بيعمل كل حاجة صح وفي مكانها. رجع الخطة 4-2-3-1، لعب كل واحد في مركزه ما عدا لعيب واحد بس، هو دورجو نقله من الباك خلاه وينج. ومن أحسن النقط اللي بيعرف يعملها كاريك هي التعامل النفسي مع اللعيبة، وده بان جوه أرض الملعب. بان إزاي؟ لما أرسنال عرف يسجل في اليونايتد هدف، ومش أي هدف، ده هدف عكسي. اللعيبة وقفت على رجلها وراحت ردت وعرفت تجيب الجون وتتعادل. مش بس كده، ده كلها شوية والواد دورجو شمع حتة كورة. والله العظيم رايا ده صعبان عليا، ده كان محتاج يطول 10 سنتي عشان يدوبك يحاول عليها، واحتمال كبير ما كانش يعرف يصدها برضه. المهم الماتش يكمل سجال ما بين الأرسنال واليونايتد لغاية لما نوصل للدقيقة 85. الأرسنال يجيب جون للأرسنال أكيد ركنية مفيهاش كلام، زي ضربات الجزاء بالنسبة له. بس اهم ما في الموضوع ان لعيبه اليونايتد فضلت ثابته ما تهزتش. سنتروا الكوره، ادوها لكونيا، كونيا راح جاب الجون الثالث ونهى على امال الارسنال في ان هو يرجع في الماتش. لعيبه الارسنال بقت واقفه في الملعب محبطه. واهم ما في الموضوع ده ان كاريك عرف يتعامل صح مع الماتش. كنفسيا بس فنيا الحكم يؤجل، لان اللي هو بيلعب بيه ده نافع قدام الفرق الكبيره. الله اعلم ايه اللي هيحصل قدام الفرق الصغيره. وبالنسبه بقى للطرف الخسران الارسنال، في ايه؟ مالكم؟ حصل لكم ايه؟ من الفرقه دي بقت فرقه غبيه. الفرقه دي بقت اكتر فرقه موجوده في اوروبا عندها دبس في التشكيله بالظبط بتاعتها. بالظبط. يقدر يعمل روتيشن الاحتياطي هو مرتاح. الاساسي، اللي بالظبط. بيتصاب ما بتحسش بيه. فانا حاسس ان ارسنال ممكن ايزي تاخد تاخد لها الاثنين. سداسيه. ايوه. لا سداسيه. ايه يا جماعه مالكم؟ ايه اللي حصل لكم؟ انتوا ما كنتوش كده، ده لسه قاعد بشكر فيكم من حلقتين بقول هتاخدوا سداسيه واي ماتش بالنسبه لارسنال ايزي. بمناسبه ايزي، هو ايزي قاعد على الدكه بيعمل ايه؟ ما بينزلش ليه؟ انتوا جايبينه عشان تفضلوا قاعدينه على الدكه؟ انتوا كده رجعتوا ارسنال بتاع السنه اللي فاتت، سايبين كل الاسلحه التهديفيه اللي عندكم كنتوا بتستعملوها من اول الموسم، وبقيتوا بتستعملوا الضربات الثابته بس للمره ال 3 مليون اللي ما جابتلكوش الدوري السنه اللي فاتت ووقعتكم. هتفضلوا كده هيروح الدوري وهتقعوا في اسوأ كوابيس بالنسبه لكم. وعلى فكره في الفرقه دي كلها اول عن اخر البني ادم الوحيد اللي عارف يشوف شغله هو نيكولاس جوفر، المسؤول عن الضربات الثابته. الراجل ده عبقري بمعنى الكلمه. زهق من كتر ما خلى لعيبه ارسنال هي اللي بتجيب الاجوان، بقى بيخلي لعيبه المنافس تجيب اون جول في نفسها. ونروح للماتش التاني. اخيرا ليفربول يكسر سلسله التعادلات بتاعته بخساره. وارن سلوت طلع بعد الماتش اتخانق مع اليسون قدام الكاميرات في العلن، متصوره الناس كلها شافتها. ارن سلوت ده لازم يمشي. الراجل ده خلاص مش عارف يسيطر على اوضه اللبس والدنيا كلها فرطت منه. واي حد بيحب الكره الانجليزيه عامه انصحه ان هو يتفرج على بورنموث. بورنموث دي احلى فرقه بتلعب كره في الدوري الانجليزي حاليا. واصلا العبط اللي عمله سلوت ده ابتدى من الماتش اللي فات من التشامبيونز، لما طلع في مؤتمر صحفي قبل ماتش التشامبيونز. صحفي بيزنوه بيقول له انت شايف ان انت مركزك في خطر، تشابي الونسو ممكن يجي مكانك. قال له والله العظيم انا هستغرب لو هم جابوا مدرب مكاني، عشان المدرب اللي جيت في اول سنه خدت لهم دوري وهم قعدوا 30 سنه ما حققوش فيهم غير 2 بس. من الاخر ده بيضرب في النادي صرف، بيقول لهم انتوا ما بتعرفوش تعملوا حاجه وانا اللي جيت جبت لكم بطولات. قبل ما انسى،
وبالنسبه للناس اللي كانت بتنتقد محمد صلاح بتقول عليه اللي هو مش عارف يقدم نفس المستوى اللي بيقدمه مع ليفربول في المنتخب، اديكوا شايفين والله الراجل ما مخلي حاجه عنده، ده كان معانا احسن بكتير، ده على الاقل كان بيرجع يدافع. ماتش ريال مدريد ماتش بعنوان الملل الملكي، لسه زي ما هم، مفيش اي تحسن. فرق نقطة يالا. تمام مفيش مشكله، كده كده المهم اللي احنا متصدرين، مش فارقه لي فرق كده انتوا لو لعبتوا بلد الوليد هتتهانوا ان شاء الله. ما هو خلاص هو الدوري الاسباني قلب، اللي هيصحى الصبح بدري هيتصدر، ربنا يعينك. المهم منظومه الضغط لسه عطلانه، بس اربيلوها بصراحه عمل حاجه جديده، ابتدى يلعب بالفرقه على انها بلاي ستيشن، احنا هنهاجم بس، وده اللي هيعرف يعمله، وده احسن للنجوم اللي موجوده. بس في كذا حركه في الماتش ما عجبونيش. كيليان امبابي لما جات له ضربه الجزاء راح حطها بأسوأ طريقه ممكنه من وسط كل الطرق المتاحه ليه، عشان يروح ياخده من ابراهيم دياز، تمام، ويكيده بعدها حرفيا. بيعلمه روح رياضية عليه. روح رياضيه، اوكي. بيقول له البالين كانت بتتشاط كده. بالظبط. مش قلت لكم ده عيل توكسيك وهو السبب في كل اللي بيحصل جوه غرفه ملابس ريال مدريد؟ هو الواد ده اللي هيدمر الفرقه دي. ختامها مسك، نختم ببرشلونه. كده كده كسبنا ريال اوفيدو وده المتوقع، بس الصراحه انا حاسس ان الفرقه من ساعه ماتش ريال سوسيداد وفي حاجه غلط بالامانه. نفسيا اللعيبه واقعه. الشوط الاول النهارده قدام ريال اوفيدو احنا ما جيناش، احنا كنا قاعدين بنخبط الكره في اللعيبه. الشوط الثاني فوقنا شويه وعرفنا نجيب الماتش، بس عشان دي ريال اوفيدو يعني ده كان المتوقع اللي هو يحصل. الماتش الجاي قدام كوبنهاجن في دوري الابطال، المفروض كده كده اللي احنا هنكسب، وعندنا فرصه مش وحشه اللي احنا نخش الثمانيه، بس لو ما دخلناش في جوه الثمان مراكز الاوائل ده هيعمل لنا مشكله. الشهر ده هيبقى عندنا ماتشين زياده تشامبيونز، ماتشين زياده كاس غير ماتشات الدوري، وريال مدريد قاعد للدوري بس، فعادي جدا نخسر الصداره. والدوري الاسباني ده طول عمره دوري نفسي، بمعنى ان دايما ريال مدريد وبرشلونه لهم علاقه ببعض، لو ده ضاغط على ده التاني ممكن يتاثر ويسيب ماتشات، ولو ده ضاغط على ده او حاسم الدوري بدري عن ده هيتاثر وهيبيع القضيه. فاتمنى ان احنا نفضل كابسين وماسكين نفسنا لغايه لما يقعوا ونعرف ناخد الدوري في الاخر. اشوفكم ان شاء الله بعد الاربع، بعد الملحمه بتاعت دوري الابطال اللي هيبقى فيها الماتشات كلها الساعه 10. سلام.